عمرو طبعا عندنا ايه؟ ار. هنبدا بالايه؟ هنبدا بالتراي. هنسخن اهو الاول. هنبتدي تراي النهارده؟ اشمعنى بقى؟ ليه ما ابتديناش باي زي كل مره؟ احنا الاول بقى كنا بنسخن. التراي ديت عضله كبيره قوي، فلما بنبتدي باي بنيجي في الاخر نهملها، وهي التراي ضعفين تلتين يعني ضعف الباي، فما ابدا بيها بديها ايه؟ حقها تاخد حقها وقوتها. لكن الباي عضله صغيره، اما اجي في الاخر بكون تعبت، حتى لو لعبت لها قليل بتاخد ايه؟ صح. خلاص الباي بتبان بسرعه، التراي بتاخد ما بتبانش بسرعه، لا عشان اكبر كمان، حجم اكبر، فتحتاج اهتمام اكتر. يلا ده التسخين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وتشينج. ماشي 4 سيتس. 1 مهم قوي التسخين. 2 في اي عضله 4 5 6 7 بيقي من الاصابات 9 10. لا وبيخلي الدم رايح اكتر لين العضله، فبتستفيد اكتر وايه وتكبر. يلا 1 2 لا اطلع قدام سيكه. خليه جنب بعض، خلي ده جنب. ايوه ميل سنه. يلا تحت قوي بقى، الويت ما يشدكش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تشنج. عاش. 1 2 3 4 جود. 5 حلو. 7 8 9 نسخن برضه 4 سيتس. خلاص تمام. اوكي. اول تمرين يا عمرو فرنش. ماشي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده اول شكل تراي بنبتديه بعد التسخين. يلا 1 جود 2 3 حلو قوي 4 5 6 7 برافو 8 9 10 تشينج. يلا مع بعضينا. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بص يا عمرو دي جيب معايا ايه؟ جيب معايا الدخلي ده، دخل التراي دي. بص فرنش ده بيجيب الدخل بتاع التراي. اوكي. لو حد بيلعب فرنش، عشان انا ساعات بعملها لما ببقى متقل في الوزن شويه، بدي كده بس سبورت بالايد دي. بوش كده بس بالايد الثانيه عشان اعرف ارفع الوزن. اما انا يعني ما بحس ان انا مش عارف ارفع الوزن بايدي لوحدي. لا بتعمل هلب شويه. بوش بس من تحت. ده حلو، ده طبيعي. لا عادي يعني. لان بص لو الويت تقيل معاك اول مره هتعمل هلب، تاني مره مش هتعمل هلب قوي، تالت مره هتعمله لوحدك. اوكي طيب يلا يلا نعمل استرتشايه بس كده. مش هيجيلك اعمل استرتشايه. بص استرتشات التراي ازاي كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تشينج بالراحه. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مهم قوي الاسترتش اللي بتكبر ايه؟ العضله. ماشي. وبتمنع على الكرامبات العضله، تخليها فيها فليكسبيليتي. يلا وتشيل اسمه ايه الاسيد؟ لاكتيك اسيد. لاكتل ولا لاكتيك؟ لاكتيك اسيد. هو بص فهمك حاجه، ادام هي بتمنع الكرامبات بتتعمل لاكتيك اسيد. تمام. يلا بس برضه لاكتل ولا لاكتيك؟ لاكتيك اسيد. بص يا بوب، احنا بعد ما خلصنا بقى دلوقتي الفرنش هنلعب بايه؟ هنلعب بقى ايه؟ بار واحنا ايه؟ نايمين. انا اقوله لك؟ انت مستني عشان انت نايم عليا كده. ادوني كده. تمام. 1
متضيق ماشي، ويجيب معاها ايه اهو 1 2 3 4 5 6 7. عشان كده قلنا نركب ايه السوسته، ممكن يروح واقع منه. الحمد لله. ده شيء مهم جدا. ايه هو؟ ان احنا نركب السوسته. هات بقى سوستين. حصل خير. شفت بقى؟ دي ممكن تطير بني ادم دي، صح؟ دي ممكن تجيب اصابه على طول، عشان الويت خفيف احنا ما حسيناش بيه. ده ويت تقيل كان عمل ايه؟ عمل اصابه في التراي، اصابه جامده كمان. اصابه ايه؟ مهمه جدا ان احنا ما نهملش الايه؟ السوستر، ان احنا ننفذ البار. نقفله اهو بس كده انت في امان. نام بقى، يلا. ازاي؟ نام على ظهرك، خش. بسم الله. يلا. هو مش خفيف قوي برضه يعني زي ما بتقول. 1 جود 2 حلو قوي 3 حلو قوي 4 عاش 5 6 7 8 9 10 لاست. حلو قوي جود مان. اوه عمرو، التمرينه الثالثه فين؟ ثالث تمرين النهارده تراي. اهي ايه مسطره. بقى بص، همسك متضيق هنا من المسطره، اوكي، عشان اجيب الخارج بتاع ايه؟ التراي دوت. لو انا مسكت من الواسع هجيب الايه؟ اللونج هيد. اللونج هيد لعبناها فين؟ في الفرنش وفين؟ في المسطره. احنا يمين، اوكي. فديت عاوزين امسك ضيق عشان اجيب الخارجي. كل ما امسك ضيق اجيب الخارجي بتاع التراي اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي ماشي. يلا خش اتفرج على الوحش. 4 سيتس برضه 10 في 4 10 في 4. يلا 1 بالراحه 2 انهيل واكسهيل 3 4 5 جود 6 حلو قوي 7 برافو 8 9 عايش 10. الناس تعرف برضو ان انت لما بتوقف ايدي هنا دي انت بتبقى عايز درجه 90 زي ما الايد تطلع ب 90 ما تطلعش اكتر من كده اهو، عشان برضو ايه؟ عشان ما اقولش بيعمل ايه، عارفه احنا بنعمل ايه بالظبط اهو. 1 90 درجه 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي. بقول لك يا كوتش، مره انا شفت واحد تراي بتاعته كوره هنا اهو كده اهو مدوره كده، يبقى واخد حقنه غلط. لوكال حقنه بتعمل تشوه. الراجل بيلعب لا بص، اللونج هيد دايما التشريح بتاعها ازاي؟ اسمها لونج هيد طويله كده. ماشي، جايبها منين؟ من هنا، امسك كده، دي اهي دي اللونج هيد. لما تحول لكوره، ما هو ده اللي احنا هنتكلم فيه، هنعمل لها حلقات انا وانت، هنتكلم عن خطوره الايه؟ الانجكشن فين؟ القصه دي بتعمل تشوه عضلي. في حد بص لي اعمل كده تلاقي بايو قد كده ومبوز كده فوق، هو ده حقنه غلط، وده بيجيب بلاوي سودا. ممكن واحد يحصل له غرغرينه، يشيل الباي خالص، مصيبه. دي هنعمل لها حلقات هنتكلم عليها، نتكلم في الموضوع ده. الموضوع ده هنتكلم عليه. انا كنت فاكر ان الكوره دي كده ده هو متمرن ودراعه وما اعرفش ايه، انا ما اعرفش التشريح العضلي او شكل العضله المفروض في التراي تبقى عامله ازاي. لا الكوره دي ده تشوه عضلي، في اشكال كتير منها وهنعمل عليها حلقات، اوكي. وهجيب لك اشكال تشوه عضلي في الدراع بالذات، لان الناس بتهتم انها تنجك فين؟ تضرب لوكال في الدراع، فتلاقي واحد عنده كره طلعت له كده، كره طلعت له كده، ممكن تعمل غرغرينه، ممكن تعمل في ناس كتير عمليات شفناها واحد شال الباي خالص، فاهمني؟ هنعمل حلقات عنها ان احنا ايه، ازاي الناس تبقى تعمل عضله
شكلها حلو كبيره، وفي نفس الوقت ما تستعجلش، هو مستعجل، هو عاوز وايه ينفخ. المكملات اللي ينفع والمكملات تتاخد تاخد، هنعمل حلقات عن السبلمنت وحلقات عن خطوط الانجكشن. هنعمل حلقات عن السبلمنت، ايه اللي تاخده وتاخده ازاي، والتخين ياخد ايه ورفيع ياخد ايه. هنعمل حلقات كتير انت فاهم، لان الناس طبعا ايه انترست من الموضوع ده جدا. وفي نفس الوقت هنعمل حلقات عن خطوره الايه الانجكشن. طب يلا احنا نانجكشن بطريقه طبيعيه. انجكشن بسم الله. 1 2 جود 3 عاش 4 5 6 7 8 9 10. ده الرابع ماشي. بص يا عمرو، احنا ايه التكنيكال ده مش مهم يكون ويت تقيل. اوكي تمام، اللي هنلعبه ده الشكل الرابع لانه ريفيرس. اوكي ماشي. الريفيرس دوت اخر شكل خلاص، اخر شكل ماشي. ومهم قوي بيقطع معايا فين، هتشوف دلوقتي. اقعد بتعمل كده اوكي وتميل خلاص وتفرد لغايه الاخر 1 وتنزل ودراعك 90 درجه وما تطلعش كده، لا هو وقف كده 90 برضه 1 اهم حاجه انك تفرد لغايه تحت 2 3 4 5 وحش 6 7 8 9 10 بروسيس فين في 10 4 في 10. يلا جود. ضيق ولا واسع؟ ضيق، جيب معايا بره، بهتم باللي بره شويه عشان ايه الشكل والتيشيرت وكده، عشان عاوزك تخرب الدنيا في الصيف. يلا تحت 1 2 عاش 3 4 حلو قوي يا عم 5 جود 6 7 حلو قوي 8 9 10 جود 4 ايه مجاميع. وانا عملت زي ما انت قلت، ما اهتمتش بالوزن اول مره عشان اعرف التكنيك والشكل، وبعد كده الواحد يبدا يزود في الوزن. كل ما تاخد ويت قليل عشان تعرف تلعبها كويس. صح ماشي. الوقفه صعبه فاهم، تمام. عاوز تركز في الوقفه، هتركز في الوقفه في الويت تلاقي نفسك لعبتها غلط. اوكي ونشوف تاني كده اهو. انا عايز اجرب بوزن اتقل شويه المره دي. ماشي. بس ما تقلش قوي اهو. ماشي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عاش جود. وحش خش. نقدر نرفع بسم الله. جود. رجع لورا سيكا. يلا 1 2 حلو قوي 3 عاش 4 جود 5 6 7 8 9 جود 10 عاش. ده اول شكل فين؟ في الباي. في البار اللي هو الايه مسطره. ممكن العبه بالايه بالبار، وممكن العبه بالايه على الكابل كروس، بس احنا احسن لنا في الاول سيفتي يبقى ايه كابل كروس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ماشي تمام. يلا هنلعب كام شكل باي النهارده؟ فوق النهارده 4 اشكال. يلا جود مان. لا انا ما بخافش. 1 2 جود 3 افرد تحت شويه فوق، ما تبقاش بخيل. 5 6 عشان البايت تشتغل كلها من اول فوق. 8 9 10 عاش. All the things we said, like I love you so I'll never let you go. Do you remember back in the spring? Remember every morning birds would sing. Do you
بص يا عمرو تاني شكل اهو بعد الايه، بعد المسطره اللي احنا دخلناها هنلعب تمام. ايه؟ تبادل. تبادل بقى. وبالراحه قوي. 2 3 عايش 4 5 جود 6 7 عايش 8 9. وايه الفكره اللي احنا بنلعب دراع دراع؟ يعني ايه ما ينفعش عاوز تلعب الاثنين كده يعني؟ مثلا ايه الفكره يعني؟ عشان احنا بنلف. ما انت ممكن تعمل كده بس كده انت شغال ايه؟ ضخامه. احنا بنلف عشان نعمل ايه؟ نجيب العضله من اولها لاخرها. بص وانت بتلف ايه اللي بيحصل؟ بتشتغل معاك اخر حته اللي هي دي بتطلع كده تنزل وانت لافف. بص بتلف معاك ازاي؟ لو انا عملت كده مش هتلف معايا. ماشي؟ هي كده دي كده مش هتلف. ما هي بص الباي بتعمل ازاي؟ ضخامه. لكن انا طالع وبلف وبنزل هي بتلف معايا بتطول معايا. خلاص 4 مجاميع في 10. ماشي. عشان نسترتش الباي برضو. استرتشايه بقى للباي. بص ازاي بقى. نسترتش الباي ازاي؟ اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تشنج. كفايه ايد واحده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تهيألي مفيش حد معاه ممكن يزنق دراعه في اي جهاز، اي ماشين ويروح ويشد لافف هو جسمه. بص عامل ثالث شكل مهم جدا الارتكاز. بيعمل ايه؟ يجيب اخر حته دي بتعمل معايا استطاله لمين؟ بيطول العضله. بتطول العضله شكلها حلو ما تبقاش قصيره كده. ماشي؟ بص اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ماشي؟ تمام. وممكن اعمل ايه؟ بص بطلع بقى وممكن اجي اروح العب 3 سيتس مثلا 3 مجاميع. اروح جاي بعد كده بعد ما اخلص 3 مجاميع اروح لاعب 3 ايه؟ هامر من ده يعمل معايا ايه؟ بص بيعمل معايا استطاله حلوه قوي ويفصل بين بص يفصل الباي عن التراي. تيجي تعمل كده تلاقي خط هنا كده شكله حلو قوي. عشان لو قلت لي ايه فايده دي؟ يعني عاملين دي ليه دي ودي هامر، فممكن اللي بيلعب يقسمهم 3 مجاميع و3 مجاميع بالظبط من اجل الاستفاده الاكتر. واللي ما عندوش بقى هورس زي ده او الجهاز الارتكاز زي ده في الجيم هقول لك يعمل ايه. جهاز البنج، عارف البنج اللي انت بتنام عليه الكلاين العالي، تروح معليه وتسند عليه وتلعب بيه كده يبقى هورس. هوريك دلوقتي 9 10 جود. ده الشكل ايه يا هم؟ الاخير فين او الرابع فين؟ الاخير في البار. ده زي الهامر بس بلعبه بالربع عشان افتح عشان يجيب معايا بره شويه. 1 2 الفكره هنا في اللي احنا بنفتح الحبل على قد ما نقدر. 5 يس 6 عشان يعمل معايا بره 9 10. وريني كده اهم حاجه التكنيكال. ها امسك من تحت شويه بص عشان يديك مساحه انك تفتح. اوكي طيب جود حلو قوي. 1 بالراحه 2 حلو قوي 3 4 جود 5 6 برافو 7 عايش 8 9 10.
النهارده شفنا تمرينة الباي والتراي مع عمرو، واهميه التراي ان التراي هي تعتبر تلتين الدراع، الاهتمام بيها مهم جدا. الناس كلها بتهتم بالباي ما بتهتمش بالتراي، مع ان التراي هي تلتين الدراع، هي اللي بتكبر الدراع، هي اللي بتدي معايا مساحه. وشفنا ازاي نهتم بالحته اللي بتعمل استطاره للباي، اللي هي الحته ديت الارتكازات في تمرينة الباي مهمه جدا جدا جدا، ان احنا نهتم على الارتكازات عشان الباي ما تطلعش قصيره، تطلع طويله. ونهتم بالتراي لان هي ضعف الباي. لو اهتمينا بالتراي الدراع عندي هيكبر ويبقى شكله حلو زي ما احنا عاوزين. خلصت فقراتنا، خلص السبوت بتاعنا، خلص السبوت بتاعنا كمان في الجيم، بس ما خلصتش حلقاتنا. منكم عنده سؤال على السبوتات بتاعتنا على الجيم يبعت لنا على الفيسبوك بتاعنا سبوت اون سبورت. اشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم. يلا فكرة مزروعة في دماغي بفاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. فكرة مزروعة في دماغي بفاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة، قال لي الاهلي والزمالك، ولا انت فاكرني هندي؟ هي ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم فكرها. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق، شغال محرك طيارتك ويلا طير بالنور. سنك كام عشان تلعب رياضة؟ المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغك فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغك فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مش اجتماعي قلت اقدم برنامج للرياضة، اثبت فيه ان في بلدنا مليون رياضة. لو سنك كان صغير او كنت راجل عجوز، وضرب عليك روكيه بباري كالشوز. اصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة باني، واظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. سنك كام عشان تلعب رياضة؟